مرحب يا هلال. يقال أن من رحم المأساة يولد الأبطال، ومن رحم المعاناة تخرج العظمة. خير مقولة تنطبق على حامي علي للمنتخب الوطني الجزائري، البطل المحارب رايس وهاب بن بولهي، الشاب الطموح الذي حول انكساره لانتصار، صاحب مسيرة مليئة بالصعاب جعلت منه اليوم حارس مرمى من طيرة الكبار. فقد كان الطفل الذي لم يعرف كلمة أبي لم يراه أبدا بعد أن تنكر له والده الكونغولي وتخلى عنه. الشاب الذي يحمل معه وجع فراق أمه الذي شكل له صدمة عمره لا تزال اليوم بادية على ملامح وجهه. الذي عانى كثيرا من العنصرية التي لحقته في كرة القدم. داي رايس كومبوس أدريان وهاب بن بولهي من مواليد 25 فبراير عام 86 900 وألف في باريس في فرنسا، ولاعب جزائري يلعب في مركز حراسة المرمى مع نادي القادسية السعودي. بدأ مسيرته في أولمبيك مارسيليا عام 2002 قبل أن ينتقل عنه سنة 2006. اختاره ذلك الوقت المدرب الجزائري رابح سعدان ليكون ضمن قائمة المنتخب الجزائري المسافرة إلى جنوب إفريقيا لخوض كأس العالم 2010. تلقى بولحي خبر وفاة أمه الذي كان شديد التعلق بها في معسكر التدريبي للمنتخب الوطني الجزائري، حيث رفض مغادرة المعسكر وفضل البقاء مع المنتخب الجزائري في لقطة أثارت عواطف الجزائريين. تعلق بولحي بوالدته تعكس حجم التضحيات التي أفنتها الأم عائشة تصنع منه بطلا داخل المستطيل الأخضر، وذلك بلوغا بولحي مبالغه اليوم من نجاح وهو من فضل والدته عائشة وهاب التي ضحت بكل ما لديها لتمنح الجزائر بطلا. وظل بولحي حريصا على إحياء ذكر أمه، فقد نقش اسمها على القفاز الخاص به التي يرتديه دائما في كل مباراة. كان دائما يقول: أنا ألعب للجزائر لأنها بلد أمي. ذكرى وفاة أمي ذكرى مريرة نشقت في قلبي، تقويه أحيانا تضعفه أحيانا. بالرغم من الوجع القابع ستظل ذكرى أمه ذكرى مريرة. سيظل بولحي واقفا كعنوان ورد جميل لأمه عائشة التي صنعت منه بطلا. دنيا بلا بيك تجيني ظلمة.